اخي ما بعرف انت ليش دايما مكتئب. بقول لك المثل ابتسم للحياه والحياه بتبتسم لك، بعدين رح تفكرك عم تتحرش فيها وترفع عليك قضيه تحرش وتنحبس سنتين. خليني بعدين انا بدك ارمي يلا بوبي بسرعة جيبها يلا انا عم بحكي مع الكلب على فكرة. والله الحياة طلعت حلوة، لازم الواحد دائما يبتسم للحياة. والله ما توقعت هيك. اخيرا الحياة بدأت تبتسم. محمود ايش جابك لهون انت؟ والله الحياه وقفت في ظهري وبعصتني. ايه بس ما قلت لي ايش جابك لهون؟ زلمة ايش شايفني عم بشمها وطالعني بسرعة. ماشي بس دقيقة خلينا نفكر شوي هيك يعني، فهمت علي؟ خطرت لي فكرة، يا رب احمد يطلع من هون باسرع وقت. طنك. يا حمار لك انت ايش قاعد عم تعمل؟ قلت اجرب ندعي يمكن تطلع. خلص لا، بجرب مشان طريقة الله لا تانية يعني. تنزل شوف لا انت يا أخي، يلا انت هون ما ثواني رح انا استخدم يخرجون لياقتي والله، يا خلص ايدي. لا تخافوا المساعدة وصلت. ايش اللي بضحك؟ ما بعرف يعني ايش بدك يعني ابكي مثلا؟ والله احسن ما عم تضحك مثل المنغولي. ماشي انا الخرالي بقى اساعدكم. واحد واحدين واحدات لا خرب ترجع من هون ولا بجي بفعصك بالسيارة. خلص ماشي فهمنا. بعدين ولك ابن الكلب امبارح جيت على البيت لقيت خريانين على السقف، يعني هي ايش وصلها للسقف؟ انا ما عم بفهم. عادي بكون هذا جوزك. الحمد لله جوزي واعي ما بيعمل هيك حركات، بس هو اطول مني اكيد هو اللي عمله. المهم ما علينا، بس اذا برجع بشوفها مرة تانية بدي امسحها براسك، سمعون؟ عم بحكي معك على فكرة. خلص ماشي ما رح اعملها خلص. يعني هذا انت ما بعرف كيف عملتها، بس امورك متطورة ما شاء الله عليك. معقول كان عم يستخدم السلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتقرأوا الفاتحة وتصلوا 4 ركعات العصر، بعدين تروحوا. بحب البرنامج هذا. معلومة رقم 1، عشان تكتشف ان الشخص ده نايم هتلاحظ ان عيونه مقفولة وهو نايم. اوه صح نسيت اشخ. معلومة رقم 2، عشان تكتشف ان الشخص ده نايم هتلاحظ ان هو نايم. يعني انا عارف ان المعلومات دي جديدة عليكم بس لازم نتثقف كلنا، يعني فاهمين ازاي؟ اوه صح نسيت اروح اشخ. مين انت؟ ايش دخل امك؟ والله ما بعرف، فضول يعني. انت داخل بيتي على فكرة وانا قلت لك ايش دخل امك. هذا اسمي ايش دخل امك. يعني ايش هالمدرسة هي وهالطلاب؟ ابني بيقول لهم بدي العب معكم طابة بيخلوه هو الطابة يعني. طب يا استاذ هو ابنك كان موافق بكامل قوى العقلية. في كذب، انا ابني وبعرف حمار وما بيعرف يفكر. خلص بوعدك من بكرة رح نجيب لهم طابة بدل ابنك. يعني كنتوا عم تستعملوا ابني طابة يا اولاد الكلب. طيب هي الميزانية ايش نعمل؟ يا انا اللي ضل ناقصنا يعني، حتى الطابة صار عنده رأي وما كنت بعرف. ها اجمل شيء تشرب قهوة مع شوية تركيب ضوئي. يا ابن الكلب. يا لطيف ايش رح نعمل حاليا؟ معكم 5 دقايق عشان تسلموا الحديقة في اللي فيها. بست غوريلا ارفعيني مشان بس اعرف اتكلم هيك، فهمت علي؟ شعبي العزيز، قصدي انسى بصلي، اعوذ بالله ايش الاشكال هي. المهم يعني نحن ما رح نترك لكم الحديقه، هي الحديقه نحن ربينا فيها ومستحيل نتركها. ولك بشرف جدي انا مالي دخل، انا قالوا لي اطلع لك. لا مش حبيت البرنامج. ماذا نفعل يا جيجي للذي لا يسمع كلام امه وابوه؟ سهلة، اول شيء نستخدم المسدس. ماذا نفعل يا جيجي مع الذي يتنمرون علينا في المدرسة؟ سهلة، نفجر كل المدرسة. خليني اقرا قصة لحد ما يرجع. يحكى ان كان في واحد مديون مات بحادث قبل ما تبدا القصة. ايش هالقصص هي؟ امي صاحب المطعم اعطانا بيتزا ببلاش. حلو، بس كيف اعطاكم اياها؟ والله غصنا الصحون. انا ايش بيحكي هالكتاب؟ ما بعرف، واحد اللي كان نايم ونسي يكتب القصة. خلينا نشوف ايش في قنوات. معنا اتصال ونقول الو. بدي سندويش بطاطا زيادة كاتشب. حجيت برنامج على التلفزيون مو مطعم. يعني ما في كاتشب؟ لا سلام. معنا اتصال الو. عفوا كنت بتاكد لو معي رصيد. يا حمار انت هو ساعدوني. هو فتحي ايش بتعملي هون؟ احنا بالبيت الغلط يعني؟ لا يا حمار انا جيت اعمل شعري عند الجيران قبل ما يجوا. قليلين ذوق، خلينا ننقذها بسرعة. لما عدنا 3 ينط. جاهز 1 3. لا يا حمار انت رحت على الحارة الغلط. بدك 100 سنة تتعلم مني يا حمار. شوف المعلمية، شوف عو. انت ليش كل الكائنات عندك في المنطقة غريبة؟ يعني انا بعرف العصفور بابن عشاد قاعد عم بجمع قطع سيارات، في كلب هون قاعد عم يحكي على فكرة. يا زلمة ايش بدك، صرعت لي نفس السالفة مليون مرة. يا عادي خليها 1,000,001. ولك ابن الكلب وينك؟ نعم. ايش عم تعمل ولك؟ اعمال خيرية هيك يعني. ماشي. بتنظف الزبالة احسن ما راجعك لجمعية الاعمال الخيرية اللي جبتك منها. خراع عليك قصبت العطوش.
طيب يعني عدنا عم نلعبوا. خلي اصحابك اللي عم بيجوا بتغدوا عنا كل يوم ببلاش ينظفوا معك كمان. يلا تفضلوا كل واحد يمد ايده لا تخجلوا. لا اليوم مالي فاضي، مثل ما بتعرف انه انا خالتي حامل وهيك بالمستشفى. ايه وانا كمان يعني اخوي حامل، ومثل ما بتعرف يعني ما بعرف، بس يعني هيك. يلا باي باي. واحد يعتمد على حاله احسن شيء. ايش هاد يعني؟ ما فهمت. سفينة. معلم هذا مش باكل شيء الا السفينه، انا برايي روح ادخل لجوا احسن ما الكليب تاكلك برا. خليك براحتك، انا اعطيتك فرصه. يلا باي يا فاشل. طنك. ليش معك اسهال يعني؟